مساء الفل والهنا. انا عايز اقول لكم على حاجه يا جدعان. انا عمري يعني انا كده على الله حكايتي، يعني لو حد اصلا تكرم واتفرج عليا مرتين على راس راسي. فانا ما مش هارش التريب ده، بس انا بطلع ولا بعيد ولا بكتب ولا بعمل اي حاجه. انا بطلع بتكلم مع الناس لان ببقى حاسس ان عايز اتكلم مع حد هموت، نفسي اوصل وجهه النظر ونفسي حد يتكلم معايا، فاهمين قصدي؟ بس الفيديو ده بالذات من كتر المميزات اللي عمال الاقيها في الحل، بقوم مسجل واحد جديد عشان اقول اخر لقطه، وواحد جديد وواحد جديد، وممكن انزل لكم الفيديوهات دي قسما بالله يا جدعان. ترip. فهنتكلم في الفيديو ده سريعا على رقم واحد سيد مشاغب، رقم اتنين هبة الاهلي اللي رجعت وهقول لك شفتها فين، حته كده مستخبيه، والحل اللي هيجيب الدوري للاهلي بنسبه مثلا 98، يعني بنسبه 99%، وهو مفيش اصلا حاجه غيره دلوقتي. رقم واحد سيد مشاغب يا جماعة. سيد مشاغب يعني التراس وايت نايت. الراجل اتحبس في أحداث من ساعة أحداث الدفاع الجوي، وخرج الحمد لله براءة، وكمان براءة بقى تشرف. يعني براءة بتقولك ايه؟ التهم اللي عليه ملهاش اي اساس من الصحة، لان مفيش حاجة اصلا تقول على التهم دي، مش دلائل، مفيش حاجة. فالحمد لله خرج وبراءة. وطبعا نزاهة القضاء كده كده، والشرطة انا اصلا مشجع يعني هنفوت ولا ليا في الكلام ده كله، الناس دي فوق دماغي. بس انا بتكلم خرج براءة. وراحوا له بقى الشباب تحت البيت، قشطة هوبا 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 والصواريخ وبتاع، هم التراس فاهم قصدي، فبيحتفلوا بيه. فقام متاخد تاني وبأحكام تجمهر وتوليع شماريخ وإشغال طريق عام وترويع مواطنين، فاهم قصدي؟ فأنا واثق طبعا في نزاهة كل المؤسسات الدولة، أنا مش بتكلم على كده، وعارف إن هم غلطانين من ساسهم لراسهم. بس فكر فيها بس من لقطة تانية، معلش معلش تقل عليك. بص لها من حتة إن الناس دي ما انت بتشوف فرح مزفة بيقوموا مسدين الطريق وشماريخ وبيروسول وفي كمان مناطق شعبية اللي بيبقى فيها الأفراح ومتقفلة بسوان. فهم بس شباب راحوا يهيصوا لصاحبهم مش أكتر، هيصوا زيادة شوية. أنا معاك مليون في المية، مكانش المفروض يحصل. أيوه كان المفروض ياخدوا تصريح، هقول لك تمام. بس برضه عشان أبقى صريح معاك هتبقى صعبة يعني. هم شباب ومفيش قرار قوي، مش هيقول لك احنا هنروح نهيص لصاحبنا بقى بكره ان شاء الله لما التصريح يطلع، فاهم قصدي؟ فهم راحوا بس كده. فمعلش يا جدعان، يا ريت الحوار يخلص ويطلع باذنك يا رب. الموضوع التاني على موضوع هيبة الاهلي، شفتها بدات ترجع والخطوات صحيحه في ايه؟ من الكابتن احمد شوبير. تقول لي ازاي؟ كابتن احمد شوبير طول عمره من ساعه ما وعيت على البرامج الرياضيه من ايام الكوره مع دريم، الناس القديمه تعرف الكلام ده، وهو درع وسيف النادي الاهلي. طالع قدام كل اعلام انا محايد مليون في الميه، بس انا اهلاوي. الاتنين دونت ماكس بس تمام. رجع تاني كابتن احمد شوبير يعمل ايه بقى؟ هاني حتحوت وقصه اعلاميه هقفلها لك في ثانيه. انت طالع سافف عليه، هنجيب هاري كين وهنجيب معرفش ايه وماستر فقمت لاغيه اعلاميا. كابتن احمد شوبير تقيل. الزمالك فاز على بيراميدز، قمت طالع بتتكلم على ضربات الجزاء واعتراض بيراميدز على التحكيم، واحنا قلنا من الاول وقالوا من الاول. وهو فعلا الماتش ده الماتش الوحيد اللي حسيت ان بيراميدز كانوا عايزين يكسبوا، فاهم قصدي؟ حتى جده طالع على الانستجرام مهم يعني، فطالع بيصدر ده في الاعلام، فبيوجه لك الاعلام. وكابتن احمد شوبير تقيل، هقول لك تاني تقيل. فان انت ترجع ردودك تبقى من الناحيه دي منظمه من الناحيه دي، ده شغل الاهلي القديم، فاهم قصدي؟ مفيش بقى ابراهيم سعيد، مفيش مين، مفيش بوستات، مفيش بيانات، فاهم قصدي؟ بالحب كده وبتخلص. وكابتن احمد شوبير كان منقطع شويه بقى، ففي تفاؤل. الحل بقى يا باشا بتاع اللي هيخلينا ناخد الدوري مليون في المية إن شاء الله بإذنك يا رب. رقم واحد طبعا نروح الفانيلا الحمراء. أنا كده كده مش هتكلم عن اللعيبة، اللعيبة دول أصلا هنجيلهم بعدين، وهقول لك على، أنا سجلت الفيديو ده زيادة عشان أقول لك الحتة الزايدة دي ليها علاقة باللعيبة. بس هنجيب الدوري يا باشا بحاجة بسيطة جدا، إن إحنا نعين كابتن علي ماهر مدير الفني للنادي الأهلي السنة الجاية من بداية من الموسم الجاي، على شرط ان هو يوصل بسيراميكا لحته معينه في الدوري، تاني تالت رابع، يعني نتفق معاه وات ايفر. انا معلش الزملكاويه ممكن يزعلوا مني في الفيديو ده، بس كلهم على راسي طبعا. بس انا الواحد عايز فريقه هو اللي يكسب، فاهم قصدي؟
تمام. فتقول لي كابتن علي ماهر ده بقى هيفيدك في ايه؟ رقم واحد يا باشا، الاول بص ماتشات الزمالك مين. ماتشات الزمالك انبي على الله حكايته، بعد كده هيلعب الاهلي، بعد كده قبل نهائي الكونفدراليه، بعد كده هيلعب سموحه، الاهلي 3 او رديف الاهلي وفرج عامر وحبايبنا، فممكن نعكرش. بعد كده ان شاء الله يا عم لو كسب في الكونفدراليه هيلعب النهائي، وبعد كده ماتش سيراميكا. فانت لو كده كده في روح الفانيلا الحمراء كسبت ماتش الزمالك، حلو، وراح بالليله دي كلها وفي الاخر بيلعب سيراميكا، وانت قايل لكابتن علي ماهر انت هتدربنا الاسبوع الجاي لو وصلت للحته دي، اكيد هيبقى اللعيبه هتموت نفسها. وكابتن علي ماهر اصلا، كابتن علي ماهر من المدربين المصريين يعني وجهه نظري المتواضعه جدا، ما اعرفش تتفقوا معايا ولا لا، في مدربين مصريين كتير كويسين جدا، كابتن معتمد جمال، كابتن عماد النحاس وهكذا، بس كابتن علي ماهر مختلف، بحس فيه حاجه مختلفه، بحس فيه ان هو عايز يتعلم، بحس فيه ان كل فريق بيمسكه بينقله فعلا، حتى في الاول بيتهاجم بس بينقله بجد. مفيش فريق عمل معاه تجربه وحشه، آه، بيتعامل مع كل مجلس الادارات من غير كلام، راجل فيري بروفيشنال. راجل كمان بيدرب سيراميكا اللي هو الاهلي 2، فيجي لك الموسم الجاي وهو معاه عارف اللعيبه، فيعمل لك واحد احلال وتجديد من غير فلوس اصلا. وهو كابتن علي ماهر فيه لعيبه، ده من الحاجات برضو المميزات فيه، ان في لعيبه يا باشا بتطلع معاه بتطلع نار من بقها، تروح اي حته تانية كلوني بيعرف يعمل الحته دي. واكتر حنكوش عندنا تريزيجيه هو اللي مطلع، دي حاجه سنويه كده لسه جايه في دماغي والله. حلو، دي اللقطه كلها، ويدرب ودنيته هو يستحق. وبعدين كابتن سيد عبد الحفيظ هو شغال معاه، كابتن حسام حسن المنتخب كانوا مع بعض في نفس التيم، العلاقات هتبقى لطيفة في الحتة دي، ونودي وندرب، فاهم قصدي؟ وهو عارف الدوري المصري وعارف يجيب مين ويمشي مين ويعمل ايه ويظبط اوضه اللبس، فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ فروح الفانيلا الحمراء تكسبك كل الماتشات الجايه، ويتقال كده كابتن علي ماهر، ونتفق معاه وبلا جوزيه بلا بتاع، وكابتن علي ماهر ده انا اروح معاه الشامبيون ليج عادي، اروح معاه كاس العالم عادي، اديله فرصه جامد، ويستحق ان هو يمسك الاهلي. وكان طول عمره بره الدوريه عشان هو من الناس اللي مش في خلافات، بس في شد كده ما بينه وما بين مجلس اداره الاهلي اللي موجود، من الناس اللي مش الفريق القريب قوي يعني، بس هيبان ان احنا بنرجع ناس تشتغل وبروفيشناليتي، هي دي حته الاهلي، مش هيكلفك دولار. تمام. الحته بقى الزياده اللي عملت كل الفيديو ده تاني من الاول عشان اقولها، ان كنت بقول لك لو الناس اللي ما اتفرجتش على فيديوهاتنا القديمه، في فيديو كده كنت بقول لك اللعيبه ما عندهاش دوافع، مفيش دافع يجي يقول له لو نزلت يلا موتت نفسك هتعمل ايه، لو نايم. فاللعيبه ما عندهاش الدوافع، واللعيبه اللي عندك دي مش اهلاويه 100% في الدي ان ايه، وانت ما عندكش كابتن. فانت فكره ان اللعيبه يبقى مفيش دافع كمان ليها، فانت مش هتاخد حاجه اصلا في الملعب، لان ترد على الله حكايته. ويا سلام بقى لو واحده تحت الترابيزه، كابتن علي ماهر الكام ماتش اللي بتوع الاهلي الجايين حط لنا كام سيناريو على كام تشكيل يظبط لنا الموضوع ويديها لنا الكابتن سيد، يشوف ايه اللي ينفعنا وايه اللي ما ينفعناش، ونروح نتكلم مع تروب نقول له ريح يا باشا، اطلع اعمل الحتتين بتوعك على الخط، بس ده الكلام اللي هيتنفذ. كسبت يا باشا طحن. لو روح الفانيلا الحمراء كسبتك بيراميدز هتتنفخ وطلعت لفوق، تكمل ويبقى اخر ماتش. انت شفت الزمالك احتفلوا ازاي؟ انا بصراحه دمي يعني، انت كاهلاوي بقى، كاهلاوي لو قمت رايح مبوظ الاحتفال ده، او رايح مفهم ما تحتفلش بدري، قلنا لك احتفل في الاخر يا عم، دي تغنيني والله العظيم عن الموسم الصفري، وتغنيني وتغنيني وتغنيني. تعلوبه بنت لذينه تقوم عامل دوافع للعيبه بقى، فيلاقي كابتن علي ماهر هيجي يدرب السيزون الجاي، وهو بيشوف الدوري المصري كويس، فاللعيبه هتموت نفسها عشان ترجع تبقى مع الراجل ده، فاهم قصدي؟ فيلعبوا حلو دلوقتي وتكسب قدام، ويبقى بقى كابتن علي ماهر اداك الدوري، هو بالنسبه له بقى اداك الدوري للاهلي
وهو في سيراميكا وهيمسك الاهلي الموسم الجاي. بالله عليكم، ايه رايكم في الحوار ده؟ قولوا لي كده رايكم في الكومنتات، بس حاسس ان دي خطه في الجون السنتوفي.